Can gitme. Yok abi birileri var. Gir abi gir. مجموعة شباب حبوا يصلوا في جامع قديم ومهجور، وسمعوا صوت الأذان خارج منه، بس لما بصوا حواليهم ما لقوش بني آدم واحد في المسجد، ومع ذلك الصوت لسه مستمر، وكأن في جن واقف بيأذن قدام الميكروفون لكنه مش ظاهر. الغريب بقى ان القصة دي ما اتكررتش مرة واحدة، لأن في ناس أقسموا إنهم سمعوا قرآن خارج من جوامع مهجورة محدش دخلها من سنين، وفي ناس تانية قالوا إنهم صلوا ورا مصلين، وبعد ما خلصوا الصلاة اكتشفوا ان الجامع كان فاضي من البداية. والألعن من كل ده ان في ناس دخلوا يصلوا جوه الجوامع ديت، وبعد الصلاة اختفوا تماما وكأن في حد خطفهم. عايزين تعرفوا الحكاية كاملة؟ انزل اعمل لايك الأول، وفضلا منك تشترك في قناتنا المتواضعة. ومن غير رغي كتير، أنا عبد الرحمن بدوي، ودي قناتي ما خفي كان أعظم. في فترة الثمانينات انتشرت قصة غريبة جدا عن مسجد مهجور موجود في قرية قريبة من الصحراء. القرية دي كانت هادية جدا وبيعيش فيها ناس بسيطة، وكل يوم كانوا بيصلوا في جامع كبير موجود على أطراف القرية، لحد ما في يوم سمع شيخ الجامع صوت حد بيأذن في الميكروفون، مع إن صلاة العشاء أصلا كان لسه فاضل عليها ساعة. فلبس الشيخ هدومه وراح للجامع عشان يشوف مين اللي بيأذن، واتفاجئ إن الجامع فاضي تماما ومفيش حد موجود جواه. طبعا الشيخ اتصدم، هو ما كانش مستوعب الموضوع، ففهم ان في جن موجود في الجامع وهو اللي بيأذن في الميكروفون. فبدأ الشيخ يقرأ آية الكرسي ومعوذتين لحد ما صوت الأذان اختفى تماما. وساعتها لقى أصحابه جايين يسألوه: هو انت ليه أذنت صلاة العشاء يا شيخ؟ دي لسه فاضل عليها ساعة. فرد عليهم الشيخ وقال لهم: انا ما أذنتش ولا حاجة، انا سمعت صوت أذان العشاء زيكم بالظبط، وجيت عشان اشوف مين اللي أذن، بس اتفاجئت ان الجامع فاضي تماما ومفهوش حد خالص. فضحك صحابه وافتكروا انه بيهزر معاهم عشان يخوفهم شوية، بس الشيخ قال لهم: انا مش بهزر، في جن فعلا جه وأذن لصلاة العشاء، وده معناه ان الجامع بقى مسكون بالجن. فترعب صحابه وقالوا له: احنا كده لازم نبني جامع تاني عشان نصلي فيه، احنا ممكن نتأذي لو صلينا في الجامع المسكون ده. فرد عليهم الشيخ وقال لهم: خلونا بس نصلي العشاء النهارده في الجامع، وبكره بإذن الله هنجمع كل سكان القرية عشان نشوف موضوع بنى المسجد الجديد. واما جه ميعاد صلاة العشاء، جه واحد من صحاب الشيخ واتكلم معاه قبل الصلاة، وقال له: انا سمعت صوت حد بيناديني يا شيخ، وبيقول لي ان الجامع ده بتاعنا احنا وانتوا لازم تخرجوا فورا منه. فرد الشيخ وقال له: اقرأ المعوذتين وآية الكرسي، وان شاء الله مش هتسمع الأصوات دي تاني. وبعد صلاة العشاء على طول اتفاجئ الشيخ ان صاحبه ده اختفى ومش موجود في الجامع خالص، مع انه كان بيصلي معاهم في اول صف. فجمع كل اهل القرية وبدأوا يدوروا عليه، ولكن للأسف فص ملح وداب. ومن وقتها اهل القرية كلهم قرروا انهم هيسيبوا الجامع ده للجن. وبعد سنين طويلة جه شاب غريب للقرية عشان يزور واحد قريبه ويقضي معاه كام يوم كده، وبالصدفة حد من أهل القرية كان بيتكلم عن الجامع المهجور، وإن الجن بيأذنوا في الميكروفون بتاع الجامع في كل صلاة، مع إن الشيخ أصلا فصل الكهرباء عن الجامع ده. فالفضول زاد عند الشاب ده وحب يتفرج على الجامع المهجور، بس قريبه حذره وقال له: إياك إنك تقرب منه، لأن في ناس صلت فيه وبعدها اختفوا تماما، ولحد دلوقتي محدش عارف السبب، مع إن الجن اللي عايشين في الجامع ده هم جن عامر ومسلمين، وكل يوم بيأذنوا في الميكروفون وكمان بيقرأوا قرآن. وبدل ما الشاب يخاف، فضوله بدأ يزيد أكتر وأكتر، عشان كده قرر إن هيقعد في مكان قريب من الجامع عشان يشوف إذا كان في حد فعلا هيروح الجامع المهجور ده ولا لأ، وبناء عليه هيعرف إذا كان الجن هيأذنوا فعلا في الميكروفون زي ما هم بيقولوا، ولا دي مجرد خدعة من حد عايش في القرية. وفعلا قرب الشاب ده من الجامع المهجور، وفضل قاعد لحد صلاة المغرب ومفيش حد دخل المسجد، وفضل قاعد لحد صلاة المغرب ومفيش حد دخل الجامع. وفجأة سمع حد بيأذن في الجامع المهجور، فتأكد ان ده جن، وسمع برضه صوت قرآن بيتقرأ في ميكروفون الجامع. فبص في الشباك واتفاجئ ان نور الجامع شغال، مع ان المفروض ان كل اسلاك الكهرباء مقطوعة. فقرر انه هيرجع عشان يدخل الجامع في وقت صلاة العشاء، لان فضوله كان جايبه انه يشوف الجن بنفسه. وفعلا
أول ما لقى أذان العشاء اشتغل راح للجامع المهجور، بس أول ما دخل الجامع اتفاجئ إن صوت الأذان شبه اختفى تماما، وكأن الجن اللي جواه عرفوا انه دخل الجامع. والشاب لاحظ ان كل سجاد الجامع مفروش كويس جدا ومعلهوش ذرة تراب، مع ان الجامع مهجور من سنين طويلة ومحدش بيدخله. وفجأة سمع صوت خطوات حد بيقرب منه، وصوت الخطوات كان عالي جدا، وما بص ورا ظهره ملقاش حد. وهنا بدأ يتوتر ولقى ان الصوت بيظهر من تاني، بس المرة دي اقوى من الاول، وكأن في قبيلة من الجن عمالين بيقربوا ناحيته. فترعب الشاب وقرر يقرأ قرآن عشان يحمي نفسه من الجن. ساعتها صوت الخطوات اختفى، بس اتفاجئ ان كل ابواب الجامع عمالة بتتقفل، فحس ان الجن عاوزين يحبسوه في الجامع عشان يأذوه. وبسرعة راح ناحية الباب ومسك المقبض عشان يفتحه، بس لقى الباب مش راضي يتفتح، وحس بسخونة شديدة في مقبض الباب وكأنه مسك جمر من النار. فبدأ يلف في المسجد عشان يدور على أي مخرج، بس كان كل ما يتحرك في الجامع بيحس إن في حركة قريبة منه. وفجأة بيشوف دخان أسود بدأ يقرب من المحراب بتاع إمام المسجد، وسمع صوت أذان إقامة صلاة العشاء. طبعا الشاب اترعب والخوف بدأ يزيد جواه أكتر وأكتر، فطلع يجري ناحية ميكروفون الجامع وبدأ يصرخ فيه. هو بينده على كل أهل القرية عشان يجوا ينقذوه، وفعلا أهل القرية سمعوه وكانوا مصدومين ومش عارفين يتصرفوا. فجمع شيخ القرية كل السكان وراحوا كلهم ناحية الجامع عشان ينقذوا الشاب الغريب. وأول ما وصلوا لقوا إن باب الجامع مفتوح مش مقفول، واتفاجئوا إن الشاب اختفى ومش موجود جوه الجامع. القصة دي يا صديقي انتشرت في مصر في فترة الثمانينات، وعلى الرغم ان مفيش اي مصادر بتثبت صحة القصة ديت، الا ان معظم المصريين وقتها كانوا مصدقينها. واقرب مثال على كده مثلا قرية مهجورة اسمها ام الحويطات، ودي موجودة في الصحراء الشرقية وتحديدا في محافظة البحر الاحمر. القرية دي بقى بيحصل فيها حاجات غريبة قوي، وفي رحالة ومغامرين كتير راحوا للقرية ديت وبيقسموا انهم سمعوا اصوات جايه من الجامع المهجور اللي هناك. وحابب اوضح لك يا صديقي ان القريه دي فعلا مهجوره تماما ومفيش بني ادم واحد عايش فيها. ولو حابب تعرف قصتها بالكامل اكتب لي في التعليقات كلمه ام الحويطات، وهعمل لك عنها بقى فيديو مخصوص لان حكايتها مثيره جدا. طيب تعالى بقى احكي لك قصه مرعبه جدا انتشرت في صعيد مصر. القصه دي بتتكلم عن جامع مهجور في الصعيد. الجامع موجود في وسط ارض زراعيه، وبما انه مهجور بقاله سنين فلا في إنارة ولا في حد بيصلي فيه، لأنه كان بعيد عن القرى اللي عايش فيها الناس. وفي يوم كان في شاب اسمه أحمد ماشي بعربيته على الطريق ومسافر لإحدى القرى في الصعيد عشان يحضر عزا عمه، فالعربية عطلت منه على الطريق والموبايل بتاعه فصل شحن، وطبعا ما كانش عارف يتصرف ازاي لان الطريق فاضي تماما ومفهوش صريخ ابن يومين. ده غير كمان ان الوقت اتأخر والدنيا ليلت. فبدأ احمد يتمشى على الطريق جايز يلاقي اي حد يساعده، لحد ما شاف نور مسجد جاي من بعيد وسمع اذان العشاء، فقرر يروح يصلي وبعدها يطلب مساعدة اي حد من المصلين. وطبعا انت فهمت ان الجامع اللي راح له ده هو الجامع المهجور. واما قرب منه لاحظ ان شكله قديم جدا والاناره فيه ضعيفه، فدخل الجامع عشان يتوضى قبل اقامه الصلاه. واول ما خرج من الحمام اتجمد مكانه لانه شاف الجامع بقى مليان ناس كتيره قوي، وكلهم لابسين جلاليب سودا وكانهم جايين من عزا، ومحدش فيهم بيتكلم نهائي او بيعمل صوت. فاستغرب احمد وبدأ يسأل نفسه هو ازاي الجامع بقى مليان ناس كده مرة واحدة، مع ان لما دخلته ما كانش فيه بني ادم واحد. ده غير ان الطريق اللي كنت فيه كان شبه مهجور ومفيش ناس بتمشي فيه. وفجأة لقى واحد من المصلين بيبصله بطريقة غريبة وبيسأله اذا كان عاوز يقيم الصلاة بنفسه. فاحمد قال له بلاش، انا صوتي وحش وممكن ازعج المصلين. ساعتها قام الشخص ده وهو اللي اقام الصلاة ورجع تاني يقف جنب احمد في اول صف. وبمجرد ما الامام بدأ يقرأ سورة الفاتحة حس احمد ان الصوت بيتكرر في ودنه اكتر من مرة، وكأن الشيخ بيعيد في قراءة الآية 50 مرة مثلا. كمان لما سجد ما سمعش اي صوت للمصلين ولا حتى صوت الهمس بتاع التسبيح اللي بنقوله في الركوع والسجود. وهنا احمد بدأ يحس ان في حاجة مش طبيعية، وخاف لا يكون الناس دي مجرمين مثلا وعاوزين يسرقوه. وبعد ما الصلاة خلصت الامام قال بصوت هادي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكل المصلين ردوا في نفس اللحظة بصوت واحد، وكأنها مش أصوات بشرية، لأن الصوت كان متزامن بطريقة غريبة جدا، وكأنهم شخص واحد بس. بعدها المصلين بدأوا يتحركوا ببطء واحد ورا التاني ويخرجوا من الصفوف، وراحوا قعدوا على كراسي خشبية في آخر المسجد. فراح أحمد يتكلم معاهم وبدأ يسألهم عن مكان القرية بتاعتهم، بس كلهم باصين له بثبات ومحدش بيرد عليه نهائي. فخاف أحمد منهم وخرج بسرعة من الجامع وكمل تمشيه على الطريق يمكن يلاقي حد يساعده. وأول ما عدى من باب المسجد لقى النور بتاعه مفصول تماما، وما كانش فيه أي لمبة قدام الجامع، ده حتى جدران الجامع كلها متشققة، والسقف فيه جزء منه واقع زي ما يكون جامع مهجور. فاتصدم أحمد لأن الجامع ده ما كانش كده لما شافه أول مرة. فدخل الجامع تاني عشان يتكلم مع المصلين اللي شافهم يمكن حد يفهمه الموضوع، لكنه اتفاجئ إن الجامع كان فاضي وما فيش سجادة على الأرض أصلا، والمكان مليان بالتراب. فبدأ يقول في نفسه هو أنا اتجننت ولا كنت بتخيل؟ لحد ما لقى راجل عجوز جاي من وراه بيسأله أنت مين وبتعمل إيه هنا؟ فرد عليه أحمد وقال له أنا كنت بصلي العشاء في المسجد ده، وكان معايا ناس كتير قوي بتصلي، بس فجأة لقيت الجامع فاضي ومفهوش حد خالص، والمكان كله اتغير كأني مثلا كنت بحلم. الراجل العجوز ده سكت شوية وبص ناحية المسجد وقال له مسجد ايه ده اللي انت بتتكلم عليه يا ابني؟ فأحمد قال له المسجد اللي ورايا ده يا حاج، والله العظيم كان معايا ناس كتير قوي بتصلي جواه. فالعجوز قال له اهدى بس كده، انت شكلك تعبان من السفر، لأن المسجد اللي انت بتتكلم عنه ده مهجور من سنين طويلة، وزي ما انت شايف كده هو متهالك تماما. وقال له كمان انت مش أول حد يقول الكلام ده، في ناس كتير قوي دخلوا الجامع من قبلك وقال انهم شافوا ناس لابسة جلاليب سودا وبتصلي في الجامع، بس الحقيقة بقى ان دول مش ناس، دول جن ساكنين في المسجد المهجور، ولو أي إنسان دخل المسجد وما صلاش معاهم في الغالب بيخطفوه للعالم بتاعهم. فكويس يا ابني إن أنت صليت معاهم، لأن كان زمانك دلوقتي اختفيت زي ما حصل مع ناس كتير قوي قبلك. وطبعا يا صديقي بعد ما سمعت القصص دي هيجي في دماغك أسئلة كتيرة قوي. إزاي الجن بيعيش في الجوامع حتى لو كانت مهجورة؟ وهل الجن المسلم ممكن يخطف أو يأذي إنسان؟ وإيه بقى موضوع الجن العامر؟ مين الجن دول؟ شوف يا صديقي، فكرة إن جن يأذي شخص جوه مسجد بصراحة أنا نفسي حاسسها مستحيلة، لأن المسجد هو مكان فيه بركة وعبادة وبيتم ذكر الله فيه باستمرار، لذلك الجن مستحيل يأذوا شخص وهو جوه الجامع وبيسبح أو بيذكر الله، إلا بقى لو كان الجامع ده مهجور ومفيش حد بيصلي فيه نهائي، دي بقى ممكن يكون فيها كلام تاني زي بالظبط القصص اللي احنا حكيناها. وبالمناسبة برضو القصص اللي حكيتها لك دي هي مجرد قصص متداولة معلهاش أي دليل، يعني الله أعلم بصحتها من عدمها، بس في بقى مفهوم خاطئ عند الناس إنهم فاكرين إن الجن المسلم مستحيل يأذي أي إنسان، وده في حد ذاته شيء خاطئ، لأن الجن مخلوق زيه زي البشر بالظبط في حتة إن ليه حرية الاختيار، يعني ممكن الجن المسلم يكون شرير فعلا ويأذي الناس زي ما بنشوف، والدليل على كده إن القرآن الكريم ذكر في سورة الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. ودلوقتي هنخش على إجابة السؤال الأخير اللي هو مين هم الجن العامر؟ حسب تفسير العلماء إن دول نوع من الجن، والمفروض إنهم بيعيشوا في الأماكن بتاعتهم لفترات طويلة جدا، خصوصا بقى البيوت القديمة والأماكن المهجورة، وأحيانا بيكون منهم المساجد والمباني القديمة اللي محدش بيدخلها لسنين طويلة، وعشان كده كل ما بنلاقي مكان مقفول بتبدأ تنتشر فيه الشائعات، منهم اللي بيقولك أنا سمعت صوت خارج من المكان، ومنهم اللي يقولك إحنا شفنا ظلال سودة موجودة جواه، وهم دول بقى يا صديقي الجن العامر اللي بيسكنوا في الأماكن ديت. وعشان كده ناس كتيرة قوي كانت بترفض إنها تدخل الجوامع المهجورة، مش خوفا أبدا من المسجد نفسه، ولكن خوفا من الجن العامر اللي بيعتقدوا إنه ساكن في المكان، وده اللي تم ذكره في كتاب آكام المرجان في أحكام الجان للإمام بدر الدين الشلبي، واللي شرح فيه تقريبا كل حاجة عن الجن العامر. وبس كده يا صديقي، دي كانت نهاية فيديو النهاردة. ما تنساش تقولي رأيك في الحلقة دي في الكومنتات، ولو في أي موضوع مرعب حابب إن أنا أتكلم عنه ياريت تبعت لنا على صفحة الفيسبوك أو الانستجرام اللي بنسيبها دايما في وصف الفيديو. وألقاكم على خير يا مرعبين في حلقة جاية إن شاء الله. سلام عليكم.